السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة في الجو الحر ده طبعا اول حاجة بنفكر فيها ان احنا ناكل حاجة ساقعة، حاجة رطبة تطر علينا في الجو ده. بصراحة الجو اليومين دول يعني ربنا يرحمنا برحمته يا رب. جو حر جدا، فقلنا نعمل حاجة كده حلوة وساقعة. هعمل معاكم حالة حلوة بطريقة حلوة وخفيفة، يعني بصراحة ما خدتش وقت. هنعمل مع بعض مهلبية لبن عادي خالص، وهنحط عليها جيلي. يعني انا جربتها بصراحة الطريقة كانت مشرفة، يعني الحمد لله كانت حلوة قوي. حطيت معلقتين من الدقيق زي ما انتم شايفين، وحطيت 4 معالق من النشا. كله على البارد طبعا، انا لسه ما فتحتش النار. حطيت كوباية سكر، السكر ده حسب الرغبة. معلقتين نشا، معلقتين دقيق، 4 معالق نشا، كوباية سكر. وهقلب كله على البارد لغايه ما اتاكد ان خلاص الدقيق داب والنشا ملهمش اثر خالص عشان ما يكلكعش مننا. اقلبه كله على البارد، وبعدين ببتدي اولع عليه النار. الفانيليا طبعا بحطها اخر حاجه. بقلبها كويس كده زي ما انتم شايفين لغايه ما اتاكد ان خلاص مفيش اثر للنشا والفانيليا باينين. ممكن احط كوبايه ميه، دي حسب بقى، يعني انت عايزه تخليها لبن خالص كده عادي مفيش مشكله. عايزه تزودي الكميه شويه زوديها كوبايتين ميه، كوبايه ميه بس. بصراحه يعني هي كل ما بيكون اللبن كتير فيها بتبقى احلى واطعم. انا حطيت كوبايه جنبي كده، يعني انا متهيألي حطيتها، انا مش فاكره حطيتها ولا لا، بس انا جهزتها جنبي يعني احتياطي. انا هنا كنت عايزه اعزز الطعم بتاعها شويه، فيعني فكرت فكيره كده صغيره ان انا احط فيها معلقه من الكاستر. هحط معلقه واحده من الكاستر وهلفها كلها برضو على البارد الاول. واخر حاجه هتبقى معانا فاضله الفانيليا. الفانيليا انا بحطها قبل ما بقفل النار على طول، يعني يا دوبك هي بتبقى غليت كده بحط الفانيليا واقفل على طول. هنا كل ده انا بجيب معلش علبه الكاستر. هنا جبت الكاستر اهو. هحط معلقه واحده كده تعزز لي الطعم. يعني انا ولادي ما بيحبوش قوي في الاكل، فانا قلت يعني ايه، مش هكتر منه، ان يعني يغير الطعم بس. وهلفه برضو كله كده على البارد وهولع عليه، هيبقى معانا احلى مهلبيه. طبعا ممكن تحطي بقى كريم جانتيه، ممكن تحطي لبن بودر. انا بصراحه ما حطيتش حاجه، هو معلقه كاستر ومعلقتين دقيق و4 معالق من النشا وكوبايه سكر عليهم 2 كيلو لبن. هلفهم على البارد كلهم وبعد كده هولع عليهم. واخر حاجه بروح حاطه الفانيليا. هنا لفت معايا القوام، طبعا انا مخلياه تقيل شويه. بصوا انا حطيت الكوبايه، حطيت نص كوبايه. انا حسيت ان القوام بتاعها تقيل عشان معلقه الكاستر اللي انا حطيتها في الاخر ديت. آه فرحت حاطه نص كوبايه ميه. القوام بتاعي كده بقى مظبوط قوي. بتاكد طبعا انها غليت عشان طعم النشا والدقيق ما يبقاش باين فيها. بصوا القوام بتاعها حلو، يعني ده معقول كده، انا مش عايزاها خفيفه ومش عايزاها تقيله. كده قوامها حلو عشان خاطر لما احطها في الصينيه تتماسك كده وتبقى تديني القوام اللي انا عايزاه. بس كده حبايبي، انا بقى هجيب الصينيه اللي انا هحط فيها، او البوله اللي انا هغرف فيها، يعني ايا كان بقى القالب. انا هحطها في صينيه كده زي ما انتم شايفين. جبت القالب بتاعي كده، وهروح ماسكه المهلبيه بقى بتاعتنا كلها حطاها في قلب الصينيه. بصوا القوام بتاعها حلو قوي، وكانت فعلا يعني المهلبيه نفسها ناعمه حلوه، ما كانتش تقيله. بس كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين انا فضيت الكميه كلها كده، وبالاسباتيولا بقى انتوا عارفين يعني مش هنسيب حاجه في الحل. نزلت كل اللي في الحله بتاعتي كده بالاسباتيولا، وهسيبها بقى لما تبرد خالص. على بال ما تبرد هعمل الجيلي. الجيلي معروف ان كيس الجيلي عليه كوبايتين من الميه، انا هحط كوبايه واحده على الكيس.
انا هعمل كيسين جيلي، هحط عليهم كوبايتين من الميه. انا عايزه القوام بتاعه يبقى حلو متماسك. ف انا بحب الجيلي على فكره بالسكر، انا بحب اطعمه كده بالسكر. انا حطيت زي ما انتم شايفين كوبايه صغيره قوي، دي كوبايه قهوه على فكره من السكر. طبعا ليك الحريه انك ما تحطيش سكر خالص، بيبقى حلو قوي برضو. حطيت الجيلي والسكر في كوبايتين من الميه، باكيتين من الجيلي وكوبايتين من الميه وكوبايه صغيره اللي هي بتاعت القهوه، فنجان يعني سكر. هلفهم كلهم كده وهطفي النار عليهم. هسيبه برضو لما يهدى شويه، مش هحطه طبعا وهو سخن، هستنى عليه لما يبرد. بس كده يا حبايبي، المهلبيه بص تمسكت بقى, بفتح الحروف كده عشان الجيلي بقى يتوغل جوه المهلبيه. هجيب بقى الموز، عايزه تحطي فراوله تحطي، شكليها بقى بالفاكهه اللي انت عايزاه، ممكن فراوله، ممكن مانجا، ممكن جيلي مانجا. بصراحه يعني هي كانت حاجه حلوه قوي ومشرفه وطعمها حلو. هقطع الموز زي ما انتم شايفين كده فوق المهلبيه بتاعتنا. وطبعا المهلبيه بارده والجيلي بارد، هروح حاطه الجيلي فوق الموز واروح مدخلاهم الفريزر. حطي بقى الكميه اللي انت عايزاها. هنا حطيت، بصوا كنت حطيت طبعا الجيلي ودخلتها الفريزر وخرجتها. مش عايزه، انتوا عارفين عوايد ماما هلا لما الحتت بتتقطع منها كده وبتتمسح الفيديوهات. بس هنا كده كنت حطيت الجيلي وحطيت الصينيه كلها في الفريزر، قعدت بتاع 3 ساعات في الفريزر وخرجتها بالشكل الجميل ده. بصوا المنظر، حاجه كده كانت يعني مش قادره اقول لكم على الجمال. وده كده كان نهاية الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك الحلو والسبسكرايب، والقطعة الحلوة دي تستاهل لايك. شايفين طعم وشكل وكل حاجة. اشوفكم في فيديو جديد، وطبعا رأيكم بيهمني وبيفرحني. هستنى رأيكم في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.